الغسول اللي يخليك تدخل عالم السلسليك اسيد، واذا ما تعرف شنو السلسليك اسيد راح نسوي لك عنه فيديو ونحكي لك عنه. هذا سيتافيل سلسليك اسيد سموذنج كلينزر، وهاي لحظه تقييم. تعالوا نسولف. نبدا اول شيء بالنقاط الايجابيه. القوام جل وسهل انك تتعامل وياه. يحتوي على سلسليك اسيد وهذا فوائده هواي. يحتوي على نايسيناميد وهذا فوائده بعد اكثر. يحتوي على هايلورنيك اسيد يعني ترطيب وتوريد للبشره. يحتوي على SLS و SMCT، وهاي هي المنظفات الليبي، وراح اكتب لكم اسمائها لان سالفتها طويله. وهاي المواد لتنظيف البشره مواد خفيفه ولطيفه، ما يحتوي على عطور ولا يحسس البشره. يحتوي على ماده الجلوكونولاكتون، وهاي ماده تعزز حاجز البشره. يحتوي على 3 انواع من السيرامايدز اللي هي دهون اساسيه تعزز حاجز البشره. بنات اللي يحطن مكياج يزيل المكياج من غسله واحده. LMB سلسليك اسيد يقلل من الرؤوس السوداء ويقلل من الاحمرار اللي موجود بعد اثار الحبوب. يناسب تقريبا جميع انواع البشره ما عدا البشره الحساسه. بالنسبه للنقاط النص ونص، اول شيء ما كاتبين عليه نسبه السلسليك اسيد الليبي. ثاني شيء ممكن تحس بلسعه خفيفه وانت قاعد تستعمله. اذا تستعمل مقشرات وانت مستمر عليها كل اسبوع لازم تخففها لان هو هذا بيه تقشير. السعر مالته فوق المتوسط. اصحاب البشره الجافه كلش لازم ما يستعملون مرتين باليوم، يستعملون مره، فممكن تشتري لك غسول لطيف وياه. النقطه السلبيه الوحيده بهذا الغسول انه هو مغشوش ومقلد بالعراق للاسف. التقييم النهائي لهذا الغسول 9 من 10. هذا غسول ممتاز. انت شنو رايك اذا نجربه؟ ونشوفكم بحلقه جايه.